وأنا اسمح لي يعني عندي سؤال عن العلاقة القطرية الإسرائيلية التجارية. حابة أعرف إيش نوع التجارة اللي بين قطر وإسرائيل، يعني شنو والله ما أعرفها. يعني شنو الأشياء اللي قطر تصدرها لإسرائيل وتستوردها من إسرائيل؟ ترستني، أنا شفت في جريدة مكتوب 48,000 دولار، انه السنه اللي فاتت في تبادل. والله ما اعرف ايش هو. بس اذا ما تعرف من ممكن يعرف. اسمح لي يعني نقدر نسال وزير الاقتصاد. زين اذا بتسمح لي اكمل سؤالي. الايرادات اللي تروح حق اسرائيل، ما تعتقدون ان اسرائيل يستخدمونها في تصنيع الاسلحه اللي يذبحون فيها الفلسطينيين؟ ما تقدرين تاخذينها بهالطريقه، لانه هاي موضوع تجاري. يعني اكيد بضاعه، اذا انت شريتي ساعه مثلا مش كلها بتروح للحرب، لكن ما في شك انه هذا يدعم اقتصاد اسرائيل. بس اقتصاد اسرائيل مدعوم من قبل امريكا من سنوات، زائد انه 48,000 لن تؤثر في الموضوع. هم يبونها حتى يقولون دولة عربية، طبعا في كذا دولة عربية نفس الشيء تعمل، لكن انت ما تتصورين كم البضائع اللي تروح دول اخرى وتختم بختم دولة اخرى وهي اسرائيلية وتدخل عندنا وعند الدول العربية بمئات الملايين من الدولارات. إذا قطر اقتصاد قطر ما راح يستفيد، شو الفائدة أن يكون بين قطر وإسرائيل تجارة، مع العلم أن إسرائيل محتلة فلسطين من 59 سنة؟ إذا تتذكرين قلت لك في سياسة وفي اقتصاد. أيوه. وهذا يدعم هذا. أنا ما أعتقد أن احنا عملناه استعباطا، احنا عملناه بعد مؤتمر مدريد. ومؤتمر مدريد كان في انفتاح وكان في سلام، وفعلا في دول رجعت أراضي، مثل الأردن وقعت اتفاقية، مصر رجعت سيناء. إسرائيل ما التزمت بالسلام.